عزيزي المزارع، أصدرت الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية لشهر مايو. أصدر قطاع الإرشاد الزراعي نشرة فنية بأهم التوصيات الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة، الكاكا، التين، القشطة. أهم العمليات: التخلص من السرطانات على مدار الموسم، التخلص من الحشائش خارج المزرعة، دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس. كذلك يتوجب زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة، ويتم التلقيح اليدوي للقشطة باستخدام فرشاة صغيرة ناعمة على مياسم الأزهار لضمان العقد. يتوجب التخلص من الثمار المصابة بالذبابة ودفنها بعد إضافة الجير الحي. أما بالنسبة للتسميد، الأشجار التي تروى بالغمر يضاف لها 100 إلى 150 جرام من سلفات النشادر أو نترات النشادر. يضاف 150 جرام من سماد مركب للأشجار أقل من 3 سنوات، و300 جرام للأشجار أكبر من 3 سنوات. يضاف 150 جرام من سلفات البوتاسيوم للأشجار الصغيرة، و300 جرام للأشجار الكبيرة، ويكرر كل 15 يوما. أما بالنسبة للأشجار التي تروى بالتنقيط، في الرية الأولى يضاف كيلوغرامين من سلفات النشادر وكيلوغرام من سلفات المغنيسيوم. في الرية الثانية يضاف 3 كيلوغرامات من سماد مركب 19 إلى 19 إلى 19. في الرية الثالثة يضاف 3 كيلوغرامات من سلفات البوتاسيوم. في الرية الرابعة يضاف لترين من حامض الفوسفوريك. في الرية الخامسة يضاف كيلوغرام من كل من سلفات الحديد والزنك والمنغنيز. بالنسبة للتسميد الورقي، يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300 جرام من الزنك، و300 جرام من الحديد، و300 جرام من المنغنيز، و150 جرام من سلفات النحاس، و100 جرام من المغنيسيوم، و50 جرام من البوركس، و250 جرام من اليوريا. أما بالنسبة للري وفقا لعمر الأشجار، في السنة الأولى 15 لتر، في السنة الثانية 18 لتر، في الثالثة 20 لتر، في السنة الرابعة 30 لتر، في السنة الخامسة 40 لتر. أما بالنسبة للأشجار أكبر من 6 سنوات فيتراوح ما بين 50 إلى 60 لتر.